حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، قسما بالله ما نستحق التأهل والله العظيم. يا مسلم سوي كل شيء يا أخي، اضغط قدام دقيقتين وتخلص المباراة. اضغط اضغط اضغط. خايفين ليش يا مسلمين؟ خايفين ليش؟ ليه؟ ايضا اخر في هذا التوقيت ستيفن موريرا في امريكا في نادي كولومبوس. جبناء خوافين. حتى الان الراس الاخضر في يعني المباراة باقي عليها دقيقتين. المونديال. ما تهاجم، هاجم خلاص، خربها. القم هدف، يا انك اما قناة الذيب ولا فقرة، يا تسجل يا اخي ولا تلقم. انت كذا ولا كذا بالتعادل برا، انت كذا اوت والله اوت والله. لا حول ولا قوة الا بالله. المنتخب السعودي من جانب متعب الحربي الناصر الدوسري. غير معقول والله، غير معقول. ياتي بكرة ساقطة. هذا الصح في هذا المكان. ابعاد تعود من جانب. عاجل ورسميا المنتخب السعودي يودع كاس العالم بمشاركة سيئة بتعادلين وهزيمة، والراس الأخضر يكتب التاريخ ويتأهل كوصف. تخيل الإيرغواي اللي كانت التصويتات والترجيعات بطل العالم مرتين يخرج حتى ما يتأهل كأفضل الثوالث. رسميا هارد لك ضري الحبيب مدرب لاعبين هو السبب. بالله هذا وقت فطور ولا مستوى لاعب؟ حسبي الله عليك. يا ليت لو امريكا ما استقبلوكم، يا ليت لو الفيزا ما طلعت، يا ليت والله كان سووا فينا خير. ما في احد حاسس انه قاعد يمثل الوطن، ما في احد شايف هنا انه في صقر اخضر. ترى هذا حق السعوديه مو فالكونز، مو دوري صناع المحتوى هذا. فالحين احنا نغني مثل بلادك ولك الشرف، مثل بلادك ولك الشرف. انتم مثلتوا بلادكم وريتونا القرف. ما في. هو الوحيد العويس الوحيد اللي قاعد يحس بالمسؤوليه، واقسم بالله ما قصرتوا عداك العيب. كل اللاعبين كذا ودي امسكهم غير العويس خليه على جنب. امسك كل اللاعبين مع المدرب مع الجهاز الفني مع كلكم كذا، واحشركم في مجلس وادخل عليكم بندر بن سرور واقفل بالمفتاح. كل لاعب لحاله كذا، ابغى اقعد معاه الانفراد وما اعطيه كلمه، لا بس كذا اخليه فجاه يحس انه ما في مطر هتان، بس هو ما في مطر. وانت حسبي الله عليك وعلى امك وعلى المخرج اللي هلكنا في امك. كل ما لمس الكوره جاب الكاميرا على ايش سوي لامك. انا موصل 20 مليون ومتاهل، مستفيد من كاس العالم اكثر من امريكا. لكن يلا مباراتك الجايه ضد الارجنتين، يا رب ميسي يسجل 19 هدف يا رب. اغرب مجموعه في كاس العالم. اسبانيا متصدره عادي طبيعي. الراس الاخضر الثاني في 3 نقاط. في ناس عندها 3 نقاط مركزها الثالث وما حتتأهل اصلا. هذا متأهل كمركز ثاني. ابو حظكم يا شيخ. حتى 3 نقاط ما قد فازوا، لا كذا جابوها كلها تعادل وروحوا. يا ربي صعب عليهم. هارد لك للشعب، فقط للشعب. صلوا على النبي يا اخوان وتعالوا اصفروا الباي. والسلام عليكم. انا ما ادري ايش اقول لك يا مدرب صراحه. الله يغثك الدقيقه 7 مليون ظهير. ليه؟ هذه على جنب. الحكم ولا مرة الفار، كل ما يكلمك اللاعب السعودي خصوصا تسوي له الفار. قاعد اسمع الفار. شوف طيب يا اخي ناظر، الله يغثك يا شيخ. اقول لك شيء يا اخي، ما في تصريف تصدق. كويس والله منتخب الكويت يتعوضون ان شاء الله. يلا يمدي والله يمدي. هذه مباراة خيرية صح. منتخب الراس الأخضر يقول لك يا آدمي سجل هدف واحد وطلع مع الخلق. ما تبغى؟ منتخبنا تعبان ومستواه نازل وراضين ويلا لك الحمد. ما في أي منتخب تعبان أكثر مننا. يلا معوضين خير، مع أنه مو منطقي ولكن يعني كويس إنه طلعنا الساعة 5 فجر. الناس راقدين ما حد يدري عننا. رسالة للاعبين المنتخب السعودي، يعطيكم العافية وما قصرتم والله يكتب أجركم. خليكم في أمريكا، لا لما النفوس تهدأ وغطوا لنا كاس العالم نستفيد منكم شويه، وقفلوا الكومنتات والخاص عشان نفسيتكم بس. والحمد لله على كل حال. يلا يعطيكم العافيه، عوضين خير. رسالة للاعب سالم الدوسري، نصيحة: اعتزل. أنا أدعوك وكل الجمهور السعودي اللي يهمه مصلحة الوطن إنك تعتزل، لأنك اليوم قتلت موهبة مندش والغنام في المونديال، في الملحق امام البحرين، امام اندونيسيا، امام استراليا، ضيعت بلنتيات وديتنا ملحق وقدنا ما بنتأهل. أسوأ لاعب في مباراة الإيرغواي، أسوأ لاعب في مباراة اسبانيا، واليوم أسوأ لاعب بتقييم 6 في مباراة الراس الأخضر. أنت لازم تقتنع إنك لاعب انتهيت. خلاص اعتزل يا أخي.
اذا الهبات يطبلوا لك انت اسطوره في الهلال، المنتخب ما انت باسطوره. بندر تميم افضل منك، عنده بطوله عربيه وعنده خليجيه. بندر تميم حق النصر هذا ما حد يعرفه. بندر تميم تاريخيا افضل منك. انجازاتك الشخصيه لك ولنفسك، مو قبل مباراه الارجنتين تروح تنزل لي اهدافك على الارجنتين. سعيد العويران سجل في بلجيكا، والغشيان سجل، وسام الجابر سجل، والقحطاني سجل، وصالح الشهري لاعب الاتحاد سجل. اعتزل يا اخي وريحنا يا اخي. ترى اذا هذا بيكون كابتنها في كاس اسيا كاس الخليج بعد شهرين ولا بطوله، اليمن تفوز علينا والعراق. واذكركم كل اللاعبين غادروا بدون ما يعتذروا اليوم للجمهور، ما في الا العمري اللي راح للجمهور واعتذر لهم على الخروج اللي صار اليوم. اللي استغرب منه سالم الدوسري، هذا اخر مونديال تقريبا لك، يعني بعد 4 سنوات ما راح تلعب، فاقل شيء اعتذر للجمهور، يعني اقل حاجه. على العموم يا اخوان الحمد لله على كل حال ومعوضين خير. احنا ايش كنا متوقعين من منتخب زي كذا؟ احنا ايش كنا متوقعين من منظومه هجوميه والله العظيم تضر العين. انا عيوني الان متدمجه من اللي انا شفته، يقطع اللعب يا جماعه. منظومه هجوميه ما عندك فرص، ما تخلق فرص اصلا، انت ما انت قاعد تروح على الباب. يعني بالله انتم متوقعين من واحد اذا سجل هدف يسجد وبعدها يعزف؟ ايش وين مخك انت اصلا؟ انت مخك ما هو شغال بشكل صحيح عشان تسجل اهداف. ايش النسخه القذره اللي انا شفتها من فراس البريكان في هذه البطوله؟ والله يا جماعه من أسوأ نسخ المهاجمين ممكن تمر عليك. احنا قاعدين نتكلم عن سوء سالم وخل سالم على جنب خلاص، هذا موضوع والخيبري والاشياء المكرره هذه، لكن في موضوع تنافر ما بين سالم والبريكان. البريكان يحسب اذا سالم قرب لازم ابعد عنه. ليش دائما ابعد لاعبين عن بعض سالم وفراس البريكان اللي مع بعض في الهجوم؟ والله العظيم منظومه هجوميه زي الزفت وتسد النفس، ومباراه خايسه ومباراه ممله ومباراه ما ادري ليش خليتونا نصحى على الفاضي. والحمد لله المنتخب ما راح قدام الارجنتين اصلا، بتروح قدام الارجنتين بتلقم 300-0. عموما هارد لك الخساره يا جماعه، شاركونا رايكم ايش اسباب الخساره تحت بالكومنتات. يعطيكم العافيه شباب، مشكورين، نراكم على خير ان شاء الله. المنتخب ما قدر يتأهل يا جماعة من مجموعة المركز الثاني فيها رايح ب3 نقاط ومتأهل أصلا بدون ما ينتصر في ولا مباراة. المنتخب السعودي نعم خرج من هذه المجموعة بدون ما حتى ما يطلع من أفضل ثوالث وبدون ما يروح في المركز الثاني. والله العظيم إنها مجموعة سيئة. أوروغواي مستواها زي الزفت وأسوأ نسخة للأوروغواي من سنين، وأنت في الشوط الأول قدام قدمت مباراة عالمية لكنك قررت فجأة إنك تلبس دور الدفاع. مباراة إسبانيا عديها، مو متوقع أصلا من المنتخب نتيجة قدام إسبانيا بغض النظر عن اللي صار. تابع كأس العالم 25 مع ضمان ذهبي على التعليق والتقطيع، الرابط مع كود خصمي راح تلقونه بالبايو. اليوم كان عندك مباراة تفوز تتأهل ب4 نقاط وما هي يحتاج إلى فلسفة، لكن مع ذلك قررت انك تضيع الفرص، مع ذلك قررت انك تضيع الفرصة في مونديال 32 منتخب فيه يتأهل من اصل 48. اضافوا دور جديد 32 منتخب يتأهل من دور المجموعات، مع ذلك لسه ما رحت، ومع ذلك ما انهيت في الثالث اصلا. يعني حتى يمكن حسبة الاهداف هذا اللي لا انت اصلا مو في الثالث. صدقوني لسلامة كرة القدم ولسلامة السمعة المنتخب هذا ما يتأهل الدور الجاي. المنتخب اذا قاعد يلعب بهذا الشكل ايش بيسوي قدام المنتخبات الكبيرة ارجنتين ومنتخبات غيرها؟ محمد ابو الشامات، لا تحملون اخفاقات اجيال سابقه. صراحه تصريح انا ما فهمت ايش معناه وايش مغزاه وايش هدفه. هل انتوا تاهلتوا وجاك صحفي قال لك انتوا تخسروا 5 في دور ال 32 فقلت له لا تحملون اخفاقات اجيال سابقه؟ هل تعلم ان تاهل المنتخب السعودي كان واقف على هدف في مباريتين؟ تخيل 180 دقيقه انت محتاج تسجل هدف واحد بس، يا امام الراس الاخضر يا امام الاوروغواي، والسعوديه رسميا في دور ال 32. اذا شايف هذا مو اخفاق فعلى الدنيا السلام. دمتم. تداول يا اخوان وجميع اللاعبين بعد انتهاء المباراه غادروا الملعب باستثناء عبد الله العمري، هو الوحيد اللي اعتذر للجمهور، وممكن العويس معه. اساسا العويس اللقطه هذه لوحدها اعتذار، اللقطه هذه لوحدها تكفي، مباراه الاورجواي لوحدها تكفي. عبد الله العمري اللي هو اللاعب الوحيد برغم انه قلب دفاع اللي سجل في هذه البطوله للمنتخب هو الوحيد اللي اعتذر، اما باقي اللاعبين خرجوا غادروا الملعب غضبانين. يعني العويس طبق مقوله ان اليد الواحده ما تصفق. مهمة الخيبري في كأس العالم صدمة كبيرة يا سعود. المنتخب السعودي يغادر كأس العالم بأداء محرج، 3 مباريات 0 انتصار وهدف وحيد، والمشكلة أن الهدف الوحيد ما كان من هجمة تكتيكية ملعوبة، لا كان من المدافع. العمري والعويس الوحيدين اللي يقول لهم هارد لك، للأسف كانوا يقاتلون لوحدهم بدون أي فائدة، ما في كلام. في مباراة اليوم فقط العمري أنقذ هدف محقق، العويس تصدى لهدف محقق. هذه اللقطات المفترض تعطي باور للاعبين تحمسهم أكثر للتسجيل، ولكن لقطة الخيبري وضحت للمنتخب السعودي عقيم هجوميا وما يسجل أهداف. تبي تتابع جميع المباريات بأعلى جودة مالك إلا متجر سام ستور بأسعار تبدأ من 24 ريال فقط، الرابط في البايو. بعد تبادل تمريرات جيد من اللاعبين، الجميع يمرر ويلعب بسرعة. الكرة وصلت للخيبري، كان عنده خيار ممتاز للتمرير لسعود عبد الحميد، بدل ما يمرر بسرعة ويسرع اللعب بطأ الهجمة، قتلها حتى انضغط عليه، رجع الكرة للعمري وهدم مجهود اللاعبين بالكامل. المشكلة حتى تمريرته للعمري ما كانت جيدة، كانت بعيدة عنه. المحترف سعود عبد الحميد اللي كان مصدر تفاؤل والكثير متحمس لرؤية ما يقدمه في كأس العالم، الاحتراف في إيطاليا وفرنسا للأسف ما كان له أي تأثير على المنتخب السعودي. خذلان كبير يا سعود عبد الحميد. يا جماعة حد يشوف الكابتن حسام حسن فاق،
يخش الاستراحة للمنتخب السعودي قبل ما الشوط الثاني يبدأ. لازم يدخلوا، لازم يتروع عليهم. الدفاع شوربة خالص. لو وصلت معنا لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومع السلامة.